السلام عليكم مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وزر لايك. تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز بني شيكر من تفكيك عصابة تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجار بالبشر، ضمنها مستخدمون بميناء الناظور غرب المتوسط بجماعة إعزان. وحسب مصدر للقناة، فإن العملية التي تم تنفيذها تحت إشراف القائدين الجهوي والإقليمي للدرك الملكي أحاطت بجميع تفاصيل وحيثيات القضية، ليتم إجهاض عملية لعصابة في عرض البحر بتنسيق مع البحرية الملكية. وأوقفت عناصر الدرك الملكي شخصين من منظمي الهجرة السرية و3 مستخدمين في مشروع تشييد ميناء الناظور غرب المتوسط و40 مرشحا للهجرة، إضافة إلى حجز قارب فانتوم و4 سيارات وحافلة ومعدات مستعملة في تنظيم الهجرة السرية تم وضعها جميعا رهن إشارة القضاء. وفي تفاصيل تنظيم هذه العملية، حسب مصدر أخبار 24، فإن المستخدمين المتورطين في القضية قاموا بإحداث ثقب في السياج المحيط بالميناء لإدخال المرشحين الذين تم نقلهم على متن حافلة تابعة لورش الميناء. ومباشرة بعد الوصول إلى مياه الشاطئ، تم نقل المشرحين 40 على متن قارب تابع هو الآخر للميناء، تولى بدوره نقل هؤلاء إلى القارب المطاطي فانتوم الذي كان في انتظار المرشحين في نقطة قريبة وسط البحر. وتم الاستماع إلى جميع المتورطين والمرشحين في محاضر رسمية من طرف الدرك الملكي في إطار تعميق البحث، فيما تم تحديد هويات باقي الضالعين في هذه القضية في انتظار توقيفهم ومواجهتهم بالمنسوب إليهم.